حبس الانفاس، ارتفاع الضغط، ارتفاع درجة الحرارة، كل هذه الاشياء منتظرة لعاشقي الفريقين في هذا الاثناء. كل شيء ممكن، الصورة ممكنة، والفرحة في آخر المطاف ستكون لواحد فقط على حساب الآخر. إذا كان ممكن نشوفوا اللاعب اللي غادي ينفذ الضربة الترجيحية الأولى وشطيبي في عملية التنفيذ والهدف الأول. إذا الهدف الأول لصالح فريق الرجاء عن طريق شطيبي كيسجل. لاحظوا الإعادة، ضربات الحق كتبقى ضربات هي حالة فردية تعتمد على النفسية أكثر والتركيز الذهني أكثر، لأن اللاعب اللي مركز كثير هو اللاعب اللي يبان له أن تقبل الأمتار الحقيقية ديال الملعب. إذا السعيدي قدم مباراة قوية، السعيدي في التنفيذ، السعيدي غادي يسدد وينفذ الضربة الترجيحية وكيسجل. السعيدي كيسجل. تعادل الآن 1-1. محسن متولي يتجه نحو نقطة الجزاء لتنفيذ الضربة الترجيحية الثانية أمام علي القروني. ضغط كبير على اللاعبين، على الحراس، على الجمهور، على المتتبعين، هذا أكيد، لأن الصورة واضحة. ضربات ترجيحية لا ترحم. متولي في التنفيذ أمام علي القروني. محسن متولي غادي ينفذ الضربة الترجيحية. محسن متولي كيسدد وكيسجل. متولي كيسجل الضربة الترجيحية الثانية. لاحظوا رغم ان علي القروني اتجه اتجاه الكرة لكن كانت بعيدة. البقالي في التنفيذ. كان البقالي امام خالد العسكري. قدموا مجهودات كبيرة اللاعبين فريقي الحراس. هل ممكن نقول ان الضربات الترجيحية لمن ستبتسم؟ من صاحب الحظ؟ ضربات الحظ البقالي في التنفيذ كيسجل البقالي يسجل 2-2. تعادل الآن. لاحظوا الإعادة. البقالي بطريقة جميلة. فيفيان مابيدي في التنفيذ. افريقيا الوسطى هو اللي غادي يسدد هذه الضربة الترجيحية أمام علي القروني. فيفيان مابيدي أمام علي القروني وعملية التنفيذ والصوت. كيسجل مابيدي. 3-2. يتجه للكرة طرف فريق الجيش الملكي. تابعوا ضمن اللاعب، نشوف اللاعب اللي غادي يسدد الضربة الترجيحية الثالثة للجيش الملكي. إذا صاحب رقم 4 حمال، يونس حمال اكيد كان تدريب على الضربات الترجيحيه. هنا كأس الاغلال، كأس الفضيه، كأس العرش نسخه 55. يونس حمال في التنفيذ امام العسكري. جميله عمليه التنفيذ. 3-3. قلت اكيد استعدوا الفريقين تاع مستوى تنفيذ الضربات الترجيحيه. زبور السوق تنفيذ
الان تشويع كبير حتى على مستوى الضربات الترجيحيه. حمزه بورزوق اللي شفنا الهدف المرفوض داعي التسلل ينفذ الضربه الترجيحيه. حمزه بورزوق لاعب من طرف الوداد شباب المسيره، كذلك المغرب الفاسي والالقاب في عمليه التنفيذ امام علي البروني حارس مرمى فريق الجيش الملكي اللي تألق، وفرصه وعمليه التنفيذ والهدف. الهدف بورزوق يسجل بطريقه جميله، حارس جهه والكره في جهه، اتجاه الكره. شوف واش اللاعب شاكير ام او اللاعب كردي، عفوا الكردي الرجل اليسرى الكردي تنفيذ امام العسكري. الكردي في التنفيذ غادي يسدد وكيسجل الكردي. الكردي لاحظوا الإعادة. حسين الصالحي في التنفيذ. ضربات الترجيحية كتبقى بطابع خاص حتى في هذه المقابلة، البعض يغادر باش ما يعيش على أعصابه في هذه الدقائق المتبقية وفي هذه اللحظات المتبقية. ياسين الصالحي يدخل بديل، كيدخل الان منطقه العمليات من اجل تنفيذ الضربه الترجيحيه. يدخل بديل محسن ياجور. ياسين الصالحي غادي ينفذ الضربه الترجيحيه وكيسجل بطريقه جميله وبكل هدوء. الصالحي سجل بطريقه جميله وبكل هدوء، والقديوي هو اللي غادي ينفذ الكره الخامسه. القديوي هو اللي غادي يلعب الكره الخامسه، عميد فريق الجيش الملكي لاعب القديوي. القديوي في عمليه التنفيذ كان نجم المقابله بامتياز. القديوي الضربه الترجيحيه الاخيره للجيش الملكي امام فريق الرجاء. القديوي امام العسكري غادي ينفذ. تأكدت مقولة اللاعب المميز يضيع، والقديوي يضيع الهدف. الضربة الترجيحية الخامسة، روح رياضية كبيرة من متولي واللاعب كروشي تجاه القديوي. القديوي اللي صراحة لا أحد كان ينتظر السيناريو، اللاعب اللي كان مميز، اللاعب اللي كان الأبرز هو اللي كيضيع الضربة الترجيحية الخامسة والأخيرة. القديوي يضيع، وبالتالي فريق الرجاء يفوز باللقب السابع في مشواره على مستوى كأس العرش. سابع الألقاب لفريق الرجاء على مستوى كأس العرش، ومرة أخرى أمام فريق الجيش الملكي، وهو السابع أظن لمحمد فخير، جوج كلاعب، واحد كمدرب للرجاء وثلاثة كمدرب لفريق الجيش الملكي. أفراح البعض على حساب أحزان البعض الآخر، هكذا هي الصورة. فرحة وهستيريا، كيف هي الأجواء في مقاهي البيضاء لعاشقي الأخضر الرجاوي في المملكة المغربية وخارج أرض الوطن. هنيئا لفريق الرجاء، مبروك لفريق الرجاء.